إلى محافظة الخفجي حيث تقيم أسرة حسين بندر العنزي، أول ضحية سعودي يكشف عنها في الثورة السورية. جايينك في الطريق أبو حسين. وين مكانك بالضبط؟ إذا قريب لو خلت مشان خلي واحد يجيبك. إن شاء الله، بس وقت اللي نقرب أكلمك أنا نشوف علشان بس واحد يوصفنا. المسافة من مدينة الدمام إلى محافظة الخفجي الحدودية مع دولة الكويت نحو 300 كيلومتر، قطعناها لنصل في ساعة متأخرة من الليل. وأثناء دخولنا إلى مقر العزاء كانت هذه المكالمة بين والد حسين وأتباع النظام السوري. لا، ما يهاجم حواجز الجيش، احترمه. لا نخاف الله، ولكن انتم ما تخافون الله لانكم ما تحترمون الضيوف. لا روح، هذا الحكومة الشبيحة هذه. حسين الثاني ترتيبا بين أشقائه وشقيقاته الست درس الهندسة الميكانيكية في جامعة داربي البريطانية. متابعته للإعلام الرسمي السوري وما يبثه من تطمينات بشأن الوضع في سوريا جعلته فريسة لعناصر النظام بعدما توجه إلى حمص لمشاركة أقربائه فرحة عيد الأضحى. أعطاهم الجواز وأعطاهم التكت، وإني أنا رجال جاي من بريطانيا مضي تالي العيد هنا وماشي، وهذا جوازي وهذا التكت حق الطائرة. الظاهر أساءوا الأدب على حكومته وأساءوا الأدب علي وأنكم أنتم عملاء يا الجامعة العربية من السوالف، ففورا اطلقوا عليه الرصاص عمدا وعلى الصدر وعلى رجوله وعلى. في مقر العزاء تبدو الحركة طبيعية، الأقرباء والمعزون توافدوا حتى ساعة متأخرة من الليل، بعضهم تمكن من إخفاء حزنه في حين لم يتمكن آخرون. نحمل الحكومة السورية مسؤوليتهم بذلك، عندي دليل أن ولدي جاء سائح، لأن الجواز يثبت والدخوليته تثبت والباسبورت يثبت وكليته ببريطانيا تثبت الجامعة. فرحة العيد لحسين وأقربائه في سوريا حولتها عبثية القوات السورية الثائرة على شعبها لحزن يضاف إلى ضحايا سوريا ودول عربية أخرى. بدر الشهري، العربية، من محافظة الخفجي شرق السعودية.